بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مزرعة عبد الهادي الدوسري في بيوت محمية، معاملة بالمبيد الحيوي بايكونت. مزرعة عامة على البيت. الملاحظ أن النبات خالي تماما من الأمراض الفطرية. بس هو ليه تحت الوضع بتاع الأخضر ده؟ تكلم عن أنا الملاحظ أنه السبورس بتاعت الفطر ظاهرة على سطح الأرض، نمو جيد ونمو جيد جدا. بس وشكل النبات نظيف، ما فيه أي أمراض، ما في أي أمراض فطرية في التربة. ولكن النبات يفتقر إلى عامة البيت يفتقر إلى التسميد الجيد. الملاحظ عدم التسميد في أنه عن العناقيد ضعيفة، وحتى النبات القوي عناقيده ممتازة جدا جدا. والبيت لا ينقص شيء إلا التسميد الجيد والمنتظم. الملاحظ أنه العنقود هنا 3 حبات بس، صح؟ تكلم عن أنه ورقة صغيرة. أيوة، الملاحظ أنه الأوراق صغيرة نقص الفسفور، وحتى العنقود حتى العقد بسيط جدا. يعني العنقود يكون فيه كم 3 ولا 4، في حين أنه في بعض المزارع ونفس الصنف اللي هو الريد جولد العنقود بصل إلى 9 حبات في الطماطم.